بقول لك يا صاحبي، شفت الواد البسكوتال اللي قدامك ده؟ يبان غلبان وطيب ويخدعك فيه، مش كده؟ بس انا من موقع هذا بقول لك لا والله، حتى اتفرج بعينك كده. يا نهار ابيض، ده الواد طلع نينجا يا جدعان. علشان كده حابب ابشرك صديقي العزيز ان انت داخل على حكايه من اجمل الحكايات اللي انا لخصتها في حياتي كلها. ايوه والله، دي حكايه نار النار. وعايز اقول لك ان انت اول مره تشوف الحكايه ده على اليوتيوب بالكامل، وحتى لو حد لخصها يا صديقي فانت مش هتشوفها بالجوده ولا بالحماس اللي انت هتشوفه عندنا. الحكايه دي موجود منها كذا موسم تانيين، ولكن انا عملت لك موسمين كاملين مش موسم واحد بس. فلازم يا صديقي ان احنا نوصل الفيديو ده 5000 لايك في اول يوم، علشان انا كده كده بجهز لك الجزء الثاني. ودلوقتي صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نشوف ايه الحكايه. بيبدأ الانمي بتاعنا مع شاب غامض جدا، وبيكون ماشي هو مغطي وشه، وده لانه كده كده مش بيهتم بالبشر ابدا، ومش فارق معاه ان هو يشوف اي حد نهائيا. المهم يا صديقي، صاحبنا ده بيدخل فندق صغير كده على قد حالته الماديه. بيسأله صاحب الفندق اذا كان هيحجز اوضه او كده، فالواد بيرد عليه وبيقول له لا انا مستني حد هنا، هات لي حاجه بسرعه كلها. وفي الاثناء اللي كان قاعد فيها على الترابيزه بيلفت انتباهه بنت جميله جدا، وكان واضح ان هي مستمتعه بالاكل، غير كمان ان هي مرحه وبتحب الحياه عكسه تماما، بس الحلو ما بيجملش للاسف. بس ولكن يا صديقي بعد لحظات صغيره الدنيا بتتقلب رياح وامطار، وبيكونوا قويين جدا. الشبابيك بتتكسر من الهواء حرفيا، والناس بتكون مستغربه ان الجو قلب بسرعه كده. علشان صاحبنا يتكلم ويقول لهم كل اللي حصل في الفندق دوت مش حاجه غريبه، ده بسبب اسمه النحس. هو في حد عاقل يا جدعان يسمي الفندق بتاعه الرياح والتلج؟ الناس ما بتقتنعش بكلامه، بيكونوا شايفين ان هو مجنون وبيقول اي كلام. المفاجاه بقى ان البنت الجميله بتشوف ان هو كلامه صح، وبتقول له انت عندك حق. بيفتحوا كلام مع بعض، ووقتها بيعرفها ان هو كان مستني حد، ولكن الغريب بيقول لها اعتقد ان هو خلاص وصل. وفجاه كده يا صديقي الدنيا بتتقلب كلها سواد، حتى الشمع اللي موجود بالطفي كله. ما بيكملش ثواني وكل اللي موجودين بيحسوا بألم رهيب في جسمهم، وبيرجعوا دم. يا نهار اسود يا جدعان، الكل وقتها عمال بيعاني من اللي حصل له، ما عدا الولد اللي بيكون اسمه مويا، الواد الصغير اللي عامل فيها راهب. بالرغم ان هو ما حصلوش اي حاجه، ولكنه بيحس ان هو يموت من كتر الرعب، وبيجري على البنت الجميله بيستخبى فيها وبيسالها يا ترى هو في ايه. بس الغريب بقى ان البنت ما كانتش بترد عليه ابدا، ولكن مجرد ما هزها كده وقعت على الارض. وبيكتشف وقتها ان البنت كانت مغمى عليها اساسا، ومجرد ما هزها وقعت كده. فبيترعب مويا وبيقول لنفسه يا بتسود كده ليه يا جدعان، هعمل ايه دلوقتي في الليله الطين دي؟ بعدها بيجي اصحاب الفندق وبيبصوا للناس اللي فاقده الوعي بشر، وبيبصوا لهم الولد مويا وبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ بيعرفوا ان هو الوحيد اللي لسه فاقوا اللي حصل دوت كله بسبب الاكل اللي هم اكلوه. وفي تلك اللحظه بتحصل حاجه بتحبس الانفاس. اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية يا صديقي. الناس بتقرب من الناس اللي فاقده الوعي وبتبدا تمص دمها وبتخلص عليها تماما. وفجاه بيظهر هو والناس اللي موجودين معاهم على شكلهم الحقيقي، وبيطلع ان هم وحوش متنكره في هيئه البشر. يا نهار ابيض يا جدعان، صاحبنا اترعب حرفيا من المنظر اللي هو شافه، مش قادر يوصفه. كان بيتمنى لو كان اكل وفقد الوعي معاه مرحب من الرعب اللي هو شايفه دوت. وفي اثناء معاه مرعوب كده بيقرب منه واحد من الوحوش، بيتكلم معاه برعب ويقول له ما تخافش مش هتحس باي حاجه، انا همص دمك على السريع سريع. لكن في نفس الوقت بتقوم البنت الجميله من على الارض فجاه، وبتقول للوحش طب ما تيجي نجرب نمص دمك انت، نشوف اذا كنت هتحس بالالم ولا لا. فالوحش بيستغرب جدا وقتها يا صديقي ان هي لسه عايشه اساسا، ولكنه مش بيقدر يستوعب كتير لانها بتهاجم عليه بطريقه سحريه، وبتحوله لمجرد كائن صغير بتدوس عليه زي الصرصار كده. يا نهار ابيض، ده البنت طلعت نينجا يا جدعان. وبنكتشف وبنعرف ان البنت ديت بتكون اسمها تاو، وبتبقى طبيبه روحيه ومعاها جرس بتقضي بيه على الوحوش. وبمجرد ما زعيم الوحوش بيشوف اللي بيحصل دوت بيقول يا حلاوه، وبيقول اللي معاه احنا يومنا مش معدي النهارده. البنت دي نينجا وشكلنا كده هيتداس علينا زي الصراصير. ومن كتر خوفه بيبعد عنها وبيحاول ان هو يهرب منها، بس هي بتقول له رايح فين يالا؟ ده انا جاي المشوار ده كله علشانك، وانت الشخص الحلو اللي انا مستنياه. في اللحظه دي الوحش بيعرف ان هو قدام خصم مش سهل ابدا، وعلشان كده بيخرج كل قوته، بيتحول لاقوى شكل عنده وبيضاعف حجمه اكتر واكتر، وبيكون ناويلها على موتها. جمع كل قوته وهجم على البنت تاو يا صديقي باقصى ما عنده، ولكن اللي ما يعرفوش بقى ان هي سريعه جدا، بتقدر تهرب من هجومه بكل سهوله بحركه واحده بس من الجرس اللي في ايديها، بتخلص عليه زي الصرصار. وعلى اخر لحظه بيجي الشاب الغامض دوت وبيساعدها، والله كتر خيرك يا اخي. البنت وقتها بتتفاجئ وبتقول له انت عبقري جدا في التمثيل على فكره، ده انت اقنعتني ان انت مغمى عليك. علشان الولد يقول لها مش مهم الكلام ده، ما انت عملت زيي برضه، بس انت الشخص اللي انا مستنيه بقالي فتره بدور عليكي، وكنت عارف ان انا هلاقيكي هنا. المهم يعني علشان ما نضيعش وقت، انا في 20000 روح شريره جوه جسمي، وانا بقى عايز مساعدتك علشان اخلص من الارواح الشريره ديت. وفجاه كده بيرجع دم وهو واقف بيقع على الارض، والغريب ان هو بيتحول لثعبان رمادي يا صديقي،
بيكون بيها مستغرب من اللي بيحصل ده. فالبنت تو بتقول له ان دوت شكله الحيوان ما يستغربش، وان هي بالرغم ما تعرفوش ولكنها قررت ان هي تساعده لان حاسه ان هو طيب. المهم يا صديقي علشان نفهم الموضوع تعالى اعرفك ايه حكايه الثعلب اللي هو اتحول له. بنعرف ان صاحبنا دوت من فتره مجموعه من المحاربين مسكوه وحبسوه جوه قفص وكانوا عايزين يقتلوه علشان ياخدوا الفرو بتاعه يدوه الزعيم بتاعهم. صاحبنا ساعتها ما كانش عارف يحرر نفسه ابدا، وكل كان بيعامله بقساوه، ما عدا ولد صغير هو الوحيد اللي كان متعاطف معاه، هو الوحيد اللي كان واقف قدام المحاربين علشان يحميه، ولكن للاسف كان ضعيف قدامهم علشان كده استهزأوا بيه وادوا على قفاه. لكن وقتها بتحصل حاجه غريبه جدا، الواد لا بيخاف ولا بيتهز ابدا، بيتعامل معاهم بكل ثقه وبيقف في وش المحاربين وبيتفق معاهم ان هو يدخل معاهم في معركه قويه، وحط شرط ان هو لو فاز عليهم ياخد الثعلب دوت من غير ما حد يتعرض له، وبالفعل زعيم المحاربين بيوافق، وده طبعا لانه شايفه حته عيل صغير خايب وهيهزمه بكل سهوله. لكن اللي ما كانش يعرفه ان الواد دوت مش عيل غلبان ابدا، لا والله ده محترف فنون قتاليه وبيمسك الزعيم بتاعهم بيرنوا علقه موت وبيدشمله على الاخر، بيكون عايز يرميه من المكان المرتفع اللي هم واقفين فيه، ولكنه بيسيبه في مقابل ان هو يديله الثعلب ويمشي من هنا. واللي حصل ده خلى الزعيم يتكسف من نفسه اصلا ومش مصدق ان هو اتهزم على ايد عيل صغير كان بيستقل بيه من شويه، وبيديله الثعلب بعد كده وبيمشي من قدامه يا صديقي. وبنعرف بعدها ان الواد دوت اصلا شغال عند الزعيم، وبالرغم اللي حصل دوت بيسيبه زي ما هو معاه يا صديقي، بس بيحذر الكل من انهم يتكلموا في الموضوع ان هو اتقسم على ايد الولد الصغير ده. والثعلب بقى بيكون مبسوط جدا ان هو بقى حر اخيرا، ومش هيقدر ينسى الجميل بتاع الولد اللي عامله معاه. وفي احدى الايام المحاربين دول بيتعرضوا لهجوم قوي جدا وبيموتوا كلهم، ومش بيفضل الا الولد الصغير اللي بينقذ الثعلب ده، حتى الزعيم كمان هو مات والولد الصغير اخدهم دفنهم. ومن اليوم دوت بقى بيكون واحد جدا وما معهوش اي حد غير الثعلب بتاعه، وبيقرر ان هو يهرب معاه، بيكونوا اصدقاء. وبالرغم ان الثعلب كان ساعات جنب الواد دوت، ولكنه كان بيقول ان هو لازم يبعد بعيد عنه ويسيبه في حاله علشان يقدر يزود قوته، لازم يزود قوته ويحول نفسه لشكل بشري ويعيش مع الولد كانهم اخوات. ووقتها بيبص الولد للمره الاخيره وبيسيبه وبيمشي بكل حزن. المهم بيمر الوقت يا صديقي، وبعد 40 سنه فاتوا الثعلب قوته زادت بالفعل، بيقدر ياخد شكله البشري بالفعل، وبيروح لمملكه اسمها شو، بيقرر ان هو يعيش هناك. ولكنه بيتفاجئ ان المكان خطر جدا يا صديقي، لان عندهم شخص شرير بيكون اسمه زاو بيخلص على اي حد بيجي في طريقه. واذ فجاه بتحصل حاجه غريبه، والثعلب بيشم ريحه الولد اللي كان معاهم من سنين، وبمجرد ما بيشم الريحه بتاعته بس بيحس بسعاده مش طبيعيه ابدا، هيرجع يقابله مره تانية بعد السنين دي كلها. وبالفعل بيجري في اتجاه الريحه بتاعته، ولكن اول لما بيوصل للنهايه بيلاقي قدامه قائد عسكري، وبيعرف وقتها من حاسه الشم القويه اللي عنده ان الولد اللي كان صاحبه من زمان هو نفسه القائد اللي واقف قدامه. بيقرب منه بيبص له بكل حب وبيقول دلوقتي احنا بقينا خلاص بشر زي بعض، نقدر نعيش وكاننا اخوات وما نبعدش عن بعض ابدا. لكن الصدمه ان القائد مش بيهتم بيه ابدا للاسف. ومش بس كده يا صديقي، ده كمان بيدي امر بقتل كل اللي موجودين في المكان. وفي اللحظه دي الثعلب بيقف يتفرج على المجزره اللي بتحصل في المكان كله، بيكون مصدوم حرفيا. الصدمه الحقيقيه لما بيكتشف ان زاو دوت هو الشرير اللي الكل بيتكلم عنه، ما بيكونش مستوعب ازاي ان الولد دوت اللي كان هدفه يساعد الضعيف هو نفسه الوحش اللي بيقتل الابرياء. مش بيقدر ان هو يواجهه ولا يستخدم قوته السحريه لانه لسه بيحبه، وبيختفي تماما من المكان كله. بيقرر ان هو يروح يشرب شويه عصير ليمون علشان ينسى الهموم اللي حصلت له دي. واثناء ما كان بيشرب الليمون بيتصدم اكتر واكتر لما بيعرف ان في 20,000 شخص ماتوا بسببه. الرقم بيكون صعب ومرعب جدا بالنسبه للثعلب، وبيمشي على طول من المكان. المهم وبعدها بنشوفه بيعمل حاجه غريبه جدا، بيقطع ديله، واللي هو اهم حاجه بالنسبه للثعلب. بيروح بعد كده للمكان اللي موجود فيه ال 20,000 شخص اللي ماتوا بسبب زاو، وبيستخدم قوته وبيمتصهم كلهم. الارواح بتكون كتيره جدا لدرجه ان جسمه بيضعف بعد اللي حصل ده. المهم وبعد ما عرفنا قصه الثعلب بنرجع للاحداث بتاعتنا مره تانية، وبنشوف تاو وهي بتتكلم مع الثعلب وبتقول له انت على فكره هتموت قريب جدا، لانك مش بس قطعت ديلك، ده انت كمان امتصيت عدد كبير جدا من السموم المرعبه. بتكمل كلامها مع الثعلب وبتبقى عايزه تعرف ليه هو عامل كده في نفسه. وهنا بقى بتبقى الصدمه يا صديقي، وبنعرف ان بالرغم ان زاو بقى شخص شرير جدا، لكن الثعلب لسه بيحبه لحد دلوقتي، ومش قادر ان هو ينسى الجميل اللي عمله معاه زمان. وهو راح وامتص الارواح الغاضبه بنفسه علشان خايف ان هي تنتقم من زاو. وبنعرف ان هو قطع ديله علشان يحوله النور ويحطه في اكل زاو، وده لان زيل الثعلب الرمادي عنده قوه سحريه تفوق الحدود، والشخص اللي بياكله وبيتحول لشخص طيب جدا. تو بتكون مستغربه ان هو بيساعد واحد شرير زي دوت، ولكن وفجاه الثعلب بيفقد الوعي. مويا بيكون قلقان عليه، ولكن البنت بتقول له ما تقلقش انا اقدر اساعده، الحل الوحيد دلوقتي لازم ارجعه لنفس قوته اول لما اتولد. المشكله الكبيره ان الموضوع مؤلم جدا، ومش بس هيفقد قوته، لا ده كمان هيفقد ذاكرته تماما. المفاجاه بقى ان الثعلب بيكون سامع الكلام دوت وبيفوق وقتها، وبيقول لها اعملي ده بسرعه ارجوكي. فبتتفاجئ تو من انه فاق تاني، وبتقول له تماما هساعدك، بس لو مت انا مش مسؤوله ابدا عن اي حاجه، وغير كده كمان لازم تدفع لي فلوس قبل ما ابدا علاجك، اي حد بعمل معاه صفقه كده. الصفقه ديت بتكون عباره
عن ان باخد جزء من جسمه وقت ما احتاجه، عين مثلا، ودن، ايد، اي حاجه انت وحظك. يا نهار ابيض يا جدعان، ده عايزه تساعده مقابل ان هي تاخد جزء من جسمه. وبالرغم ان الصفقه بتكون مرعبه جدا بالنسبه للثعلب، ولكنه مش بيكون عنده اي حل تاني وبيوافق على طول. بتبدا تو في العلاج بتاعه بالفعل وبتنجح ان هي تعالجه وبتحرره من الارواح الشريره اللي في جسمه. الواد بيرجع من تاني وكانه لسه مولود. وبعد اللي بيحصل دوت بنشوف مويا بيكون مقرر انه يحتفظ بالثعلب جدا ومتمسك بيه. البنت تو بتكون مستغربه ان هو متحفظ بيه ومتمسك بيه كده بالرغم ان هو مش هيفيده باي حاجه. وبنعرف كمان ان مويا طوال الوقت ملازم البنت تو مش بيسيبها ابدا في حالها. المهم واثناء ما كانوا ماشيين مويا بيشوف اعلان ل4 مجرمين مطلوب القبض عليهم، وبيكون دول نفس ال4 مجرمين اللي كانوا في الفندق الوحوش قتلوهم. لما مويا بيشوف الاعلان بيفهم ان تاو اصلا ما انقذتش ال4 دول لانهم مجرمين. لكن وفجاه بعدها بتشوف البنت تاو اعلان ان اللي هيسلم ال4 دول ليه مكافاه كبيره قوي. وقتها بتنهار وبتقول انا اللي خلصت عليهم، انا اللي ما اخدتهمش سلمتهم واخدت المكافاه. بعدها بتقرب من الثعلب وبتبص له نظرات مريبه كده، فالثعلب بيخاف وبيقول لها عايزه مني ايه مجنونه انت؟ بتقول له ايه رايك يالا لو احول شكلك واسمك لواحد من المطلوبين دول واخد المكافاه لما اسلمك؟ وهنا بقى مويا بيشد الثعلب لبعيد وبيتخانق مع البنت تو بيقول لها انت اكيد اتجننتي. فالبنت بتتضايق وبتقول له بجد وانت بتتخانق معاه عشان حته ثعلب لسه عارفينه من شويه؟ انت شكلك نسيت ان انا انقذتك واخدتك ربيتك واكلتك وشربتك يا كلب. مويا ساعتها بيتكسف وبيحط وشه في الارض لانها فعلا ساعدته وعملت كده ومش بيكون قادر ان هو يرد لها الجميل ابدا. بيكلمها وهو محرج منها اساسا وبيقول لها بما انك ساعدتني وربطيني فكملي جميلك بقى ورب الثعلب دوت كمان معانا. لكنها بترفض الكلام دوت وبتقول له ده عند امك. وساعتها مويا بيتضايق وبياخد نفسه وبيمشي. لكن في اللحظات الاخيره البنت تو بتقرر انها تتنازل وتاخد الثعلب تربيه لانها بتحب الولد مويا ومش عايزاه يبعد عنها ابدا. المهم وبعد كده بنشوف البنت تو لما بتصحى مخضوضه والولد مويا بيتريق عليها وبيقول لها تستاهلي، ما هو كل دوت من اكلك الكتير يا تفسد، انت حتى مش بتسيب لنا اي حاجه ناكلها. بس تو بتقول له بس يا تافه انت وما بتهتمش بكلامه لانها بتحب الاكل جدا. المهم الصديقه بعدها بنشوف بياع بيضرب الزبائن وبيعاملهم بطريقه قاسيه جدا وكانه ماسك عليهم زله. البنت تو بتبقى واقفه تراقب الموقف من بعيد وبتتكلم وبتقول له انت لسه عايش يالا. وبنعرف بقى ان البياع دوت بيكون اسمه يي وبيبقى شغال في بيع الالعاب الورقيه، ولكنه شخصيه صعبه جدا تقدر تقول عليه كده ان هو شخصيه لا تطاق. بس بالرغم من كده بيقدم للولد مويا اكل لانه عارف ان البنت تو ما بتسيبلوش اي حاجه ياكلها وبيصعب عليه. واول ما مويا بيشوف الاكل عينه بتلمع حرفيا من الفرحه وبيقول اخيرا اخيرا حد حس بيا. بيقعد ياكل وهو مبسوط زي المفجوع كده والبنت تو بتتريق عليه وقتها وبتقول له انت هبل يالا، انا لو مكانك مستحيل اكل من ايد شخص حيوان زي ده. ولكنه مش بيهتم بكلامها ابدا ودوت لان الاكل طعمه حلو قوي وهو كان جعان اساسا. وبنكتشف بعد كده ان تو رايح عليه مخصوص علشان هو طلب مساعدتها وبيتكلم معاها بعد كده وبيقول لها انا عايزك تساعدينا علشان عليك حد عزيز عليا جدا. وبيبدا يحكي لها قصه حياه الشخص ده. وعلشان نعرف ايه حكايه الشخص دوت يا معلم تعالى نرجع فلاش باك مع بعض. وبالفعل بنرجع لسنتين ورا كده وقتها الولد كان فتح المحل بتاعه كالعاده ودخل زبون بيكون اسمه زو طلب منه ان هو يبيع له العاب ورقيه علشان امه تتسلى بيها ودوت لان امه تعبانه جدا وما بتخرجش من البيت نهائيا والالعاب دي المفروض الحاجه الوحيده اللي هتسلاه واشترى منه بالفعل وبعدها مشي. لكنه بيتفاجئ ان هو رجع له بعد سنه تاني وكان عايز فراشه ورقيه اللي اشتراها منه من سنه ودوت لان امه فضلت تلعب بقى لحد دلوقتي. ودلوقتي حبت تعرف هي معموله ازاي وكان عندها فضول ولكنها لما فكتها بوظتها وما بقتش عارفه تلعب بيها. الغريب وقتها ان هو دفع له دهب كتير قوي علشان يوريه طريقه صنع الالعاب الورقيه وده بحجه ان هو يعرف الطريقه لامه علشان ما تبوظهاش تاني والدهب كان كبير جدا وعلشان كده وافق يه. ومع الوقت بقى اصدقاء هما الاثنين وتعرفوا على بعض بشكل كويس وعرف يه منه ان هو شغال في تربيه الطيور. وقتها بقى حس ان في حاجه غلط لان الشخص بسيط زي دوت مستحيل يبقى معاه كميه الدهب دي وساله جاب الدهب ده كله منين. ولكنه بمجرد ما بيساله السؤال دوت بيرتبك وقتها وبيحاول ان هو يهرب ولكن يه بيمسكه بيقول له تعالى لي يا حبيبي بيعلقه من قفاف الشجره وبيقول له بص بقى انا مش هحلك غير لما تقول لي حكايتك. بيبدا ان هو يكلمه وهو متوتر وبيقول له ان هو ورث الدهب دوت من اجداده. وفي اللحظه ديت يه بيحدفه بالطوب بيحدفه في دماغه وبيقول له انت كداب يالا انا مش بحب الكذب، طول ما انت بتكذب كده وما بتقوليش الحق انا هرميك بالطوب ومش مسؤول عن اي حاجه تحصل لك. فوقتها زو بيقول ان مفيش مفر من اللي بيحصل دوت وبيقرر ان هو يعرفه كل حاجه بالفعل. بيبدا يحكي له ان في احدى الايام الهادئه دخل في وسط الطيور بتاعته طائر حرفيا بيبيض ذهب ومن وقت ما دخل عند زو مهتم بيه وكمان كان بياكله احسن الاكل وبيبقى واضح ان هو صادق وعلشان كده يبي ينزله. بيكمل زو كلامه بعد كده وبيطلب من الراجل وبيترجى ان هو ما يعرفش اي حد السر ده لان الناس لو عرفت سر هيسعوا ان هم ياخدوا الطائر منه. وبالفعل يبي يقول له الموضوع سر بينا ولكن لازم تدفع لي دهب على طول ما انت بتتعلم منه مهاره صنع الورق. وبيفضل الوضع كده لفتره طويله بس ولكن وفجاه زو بيختفي مره واحده علشان كده يحس ان في حاجه غلط
يا صديقي وراح له البيت على طول. وبالفعل اللي حسبه لقاه بيلاقيه مضروب علقه موت حرفيا، وبيعرفوا ان في شخص عارف بخصوص الطائر بتاع الدهب وجه شمله حرفيا واخد الطائر ومشي. بيتضايق جدا وبيكون عايز يلحقه، ولكن زو بيوقفه بيقول له استنى يا عبيط، الراجل ده طلع متخلف وفاكر ان هو اخد الطائر اللي بيبيض دهب، ولكنه في الحقيقه اخد فرخه عاديه. اصلا انا حطيت ريش طائر الدهب على الفرخه دي يا صديقي، لانه كنت متوقع ان اي حد يجي وينكشف السر وياخدها. وقتها بيعجب بذكاء الولد زو، بيتعرف على اكتر واكتر وبيستغل ان هو موجود في بيته، وبيتعرف على امه كمان، واللي بتكون ست مريضه على قد حالها كده، ولكن كانت معجبه بالشغل بتاعه جدا واللي بيعمله مع ابنها. بيمر الوقت لحد ما الست دي بتموت في احدى الايام، وهنا بقى بيكتشف سر خطير قوي، وبيطلع ان زو هو نفسه طائر الدهب. الطائر ده عايش بقاله قرون وبيقدر كمان ان هو ياخد شكل البشر، والست اللي ادعت ان هي امه كانت مجرد ست طيبه ربته خلاص، ولكن بعد ما ماتت حالته الصحيه بتتدهور جدا. المهم بنرجع تاني من الفلاش باك بتاعنا، وبيدي يلتا والطائر وبيسالها لو كانت تقدر ان هي تعالجه. مويا بيكون بيسمع وبيكون متاثر بالقصه بتاعت زو، بيطلب من تاو ان هي تعالجه باي شكل من الاشكال. المفاجاه بقى ان تاو بترخم عليهم كالعاده وبتقول لهم للاسف مش هقدر انقذه، وده لانه اصلا مش مريض ولا اي حاجه، كل الموضوع ان هو بس كبر في السن بسبب حالته الصحيه اللي هو فيها، ولازم نرضى بالامر الواقع لانه كده هيموت بعد سنه. وبتسيبهم بعدها وبتمشي وبتقرر ان هي تسيبه يواجه مصيره المحتوم. بس المفاجاه ان بيقول لها لا، وبيوقفها وقتها وبيقول لها انه واثق ان هي عندها طريقه علشان تعالج زو. لسه هتتناقش معاه، ولكن وفجاه مويا بيحس بالم رهيب في بطنه، فبتضحك البنت تاو بتقول له تستاهل، ما انا قلت لك ما تاكلش من ايد الحيوان ده حاجه، انا قلت لك ان هو مخادع ولو ما خدش اللي هو عايزه بيأذي اللي حواليه من الاكل بتاعه. وبنعرف ان ابن الخبيثه استغل الموقف وحط له سم في الاكل بالفعل علشان يمسكها من ايدها اللي بتوجعها، وبيتفق مع تاو ان هي تنقذ زوم قبل ان هو يديها الترياق بتاع السم اللي حطه له في الاكل. ولكن بيبقى انقاذ زوم موضوع شبه مستحيل حرفيا، ولكن تاو بتقرر ان هي تحاول علشان خاطر مويا، وبتبدا بالفعل ان هي تعالجه. وقتها بتشوف الماضي بتاعه، بنعرف ان بسبب الطائر ناس كتير جدا ماتوا، وده لانهم كانوا بيتنافسوا علشان يستحوذوا عليه واستفادوا من قدراته في صنع الذهب، والناس كلها كانت بتخلص على بعض. وزو وقتها بيفضل على الوضع سنين طويله لحد ما في يوم من الايام وصل لست طيبه جدا، ودي الست اللي ارتاح لها واعتبرها امه، وهي الست الوحيده اللي ما كانتش طمعانه في الذهب بتاعه، وعلشان كده زو حس معاها بالامان وبالراحه وقرر ان هو يفضل عايش معاها طوال الوقت كانه ابنها. كانت حياتهم سعاده وبيقضوا الوقت في صنع الالعاب الورقيه، واستمر الوضع كده سنين طويله لحد ما ابن الست حس بالملل من موضوع الالعاب الورقيه ده. قرر وقتها ان هو يسيب امه ويروح يتطوع في الجيش يا صديقي، بالرغم ان امه كانت رافضه الموضوع ده تماما. وبيمر وقت طويل جدا من يوم ما مشى وساب امه، ولكن مش بيرجع للاسف. امه وقتها بتكون حزينه وبتبدا ان هي تدبل. زو بيصعب عليه الست وبيقرر وقتها ان هو يروح يدور على ابنها بنفسه، ولكنه وقتها بيتصدم لما بيعرف اخبار من الناس ان هو مات. زو بيتصدم وقتها بيقول ان الست ديت لو عرفت بخبر موت ابنها ممكن تتدمر وتموت وراه على طول، وعلشان كده قرر ان هو يحول شكله للشكل البشري وبالتحديد لشكل ابنها بالظبط، ويعيش معاها كانه ابنها. وبنعرف ان تحوله للشكل البشري كان سبب تدمير حالته الصحيه، لان ما كانش ينفع يعمل كده في السنه الحاليه، واللي عمله دمره واستنزف قوته كلها. بنرجع بقى عند تاو يا صديقي اللي بتكون عارفه كل حاجه عن الطائر وبتقدر ان هي تعالجه بالفعل، وبتاخد ترياق السم من بتنقذ الولد مويا وبتودع وبتقول ان هي مش عايزه تشوف وشه ابدا مره تانية، ولو شافته تكون في حاجه خير. بيمر الوقت وتاني يوم بنشوف البنت تاو وهي بتلعب قمار وبتخسر كل فلوسها، وبسبب كده بتتورط ان هي تدفع مبلغ كبير. بس الغريب والصدمه بقى ان هي بتكتشف ان هي مفيش معاها مبلغ يكمل الفلوس دي، وعلشان كده بتعرض على الشخص اللي هزمها ان هو ياخد مويا، وكمان بتعرض عليه ياخد الثعلب معاه ويسيبها في حالها تمشي، ولكنه بيرفض وبيصمم ان هي تدفع له الفلوس. البنت بتكون في موقف لا تحسد عليه، وبتحاول ان هي تستعطف الراجل باي شكل من الاشكال. بتقول له طيب انا ما معيش فلوس، وانت شكلك راجل غلبان كده وهتسيبنا امشي صح؟ علشان يبص لها بعصبيه ويقول لها لا، لما انت مفلسه كده ومعكش فلوس بتلعبي ليه من الاول وبتعملي نفسك 7 رجاله؟ على العموم ممكن اشغلك عندي عبده بالفلوس وهو منك انتفع باي حاجه. بص هديكي وظيفه حلوه، خليكي تغسلي الاطباق في المطعم بتاعي. بتتصدم تاو بتقول له انت اتجننت يالا، هو انت عايز نغسل الاطباق وانت ما تعرفش انا مين ولا ايه؟ فبيرد عليها بكل برود وبيقول لها طب ما انت مهمه في البلد كده، ما تدفعي الفلوس اللي عليك وانا هسيبك تمشي من هنا. تاو بتكون عايزه تتخانق معاه وتديله علقه موت، ولكنها بتكتشف الحارس الضخم اللي بيكون معاه، فبتتربك وقتها وبتكون خايفه. بتقول له طريق المطبخ منين يا باشا، انا اسمع كلامك في كل حاجه. وبالفعل بتغسل الاطباق، وبعد ما بتخلص بتمشي من المكان، ومويا بتكلم معاه بيقول لها انت مش هتبطل هبل بقى، لو فضلت تلعبوا قمار بالشكل كده هتتورطي في مشاكل كبيره انت مش قدها. ولكنها بترفض ان هي تسمع كلامه تماما، وبعدين تتأدب وانت بتتكلم معاه، انت ازاي تتكلم معاه بالشكل ده، مش كفايه مهتميه بيك انت والثعلب اللي بلدني بيه. بعدها بتروح لشخص عجوز علشان تعالجه، ولكنها بتتفاجئ ان حالته الصحيه كويسه جدا، وبتقرر ان هي تمشي. لكنه اثناء ما كانت ماشيه بينادى عليها، وفجاه كده بتهب رياح قويه
جدا وبيتحول العجوز لذئب مخيف. بيتخانق مع تو وهو متعصب وبيقول لها ما ينفعش تمشي من هنا الا ما تعالجيني، عرفت بقى انا تعبان ازاي. في نفس الوقت بقى بتيجي ست عجوزه وبتقول له انت بتعمل ايه وبتديله على دماغه وقتها. بتقول له انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ طالما الدكتور قالت ان انت كويس يبقى انت كويس. البنت تو بتكون مستغربه ان هي مش خايفه منه بالرغم ان هو ذئب، فبتكلم وبقول لها ما طبيعي ان هي ما تخافش، ما هي مراتي وحد بيدي لحد على دماغه غير مراته. الست دي بتكون لطيفه جدا وبتلاحظ ان مويا جعان وعلشان كده بتعزمه هو والبنت تاو. وطبعا تاو ما بتصدق وبتقعد تاكل الاخضر واليابس زي المفجوعه كده. وبعد الغدا بيقعدوا علشان يتكلموا، الست بتتكلم وبتقول لها ان فعلا جوزي مريض. بتطلب من تاو ان هي تعالجه وبالفعل تاو بتوافق ان هي تعالجه بس بعد ما تعرف قصته كلها. بيبدا العجوز يعرفها قصته وبيحكي لها ان هو كان ذئب اعرج وضعيف وبسبب كده عيلته اتخلت عنه، مشي وسابوه وحيد، ومن وقتها ادرك ان هو لازم يعتمد على نفسه علشان يقدر يعيش في العالم المتوحش. لكنه بما انه ضعيف ادرك ان هو صعب يعيش بين الحيوانات ديت، وعلشان كده استغل قدرته السحريه وتحول لشكله البشري، وقرر وقتها يعيش بين البشر واشتغل زيهم علشان يقدر يشتري اكل ويتعايش. ولكنه بيتفاجئ ان هو اشتغل عند شخص حقير جدا ما كانش ينفع يشتغل معاه، واول لما بيجي وقت القبض بيطرد من المكان. بيتبلى على الثعلب وبيقول له ان هو سرق الفلوس بتاعته، وبيطلع ان الشخص دوت بيعمل كده مع اي حد بيشتغل عنده علشان ياخد الفلوس بتاعتهم ويظلمهم. الدنيا اسودت في عينيه، ولكن بالرغم من اللي حصل ما يأس ابدا وقرر ان هو يشتغل في مكان تاني على امل ان هو يجمع فلوس كتيره. ولكنه بيتفاجئ ان هو كل ما يروح مكان علشان يشتغل بيطردوه بسبب حوار ان هو اعرج وكده. صاحبنا فضلت الدنيا ملطشه معاه لفتره طويله، وكل ما يحاول يظبط الدنيا اتطرد من مكان، والدنيا بتسود في عينه اكتر واكتر. اتدهور الحال بصاحبنا ووصل لمرحله ان جسمه ضعف اكتر واكتر بسبب الجوع، ووقتها حس باليأس وان عيلته كلها كان عندهم حق ان هم تخلوا عنه. والدليل على كده ان هو ضعيف بالفعل زي ما قالوا، ان هو فشل يعيش بين البشر. قرر في النهايه من كتر اليأس ان هو ينهي حياته وينط من فوق الجسر، ولكن بعد وقت قصير بيفوق على صوت بنت جميله بتتكلم وبتقول له روح يا عم الحاج انت بعيد عن هنا، انا حياتك انت جاي تجيب لنا مصيبه، جاتك 60 نيله يالا. بيقوم بعد كده من مكانه وهو مخضوض ومش فاهم اي حاجه، وبيبص للبنت وبيتكلم من جواها هي مين البنت دي، ويا ترى ايه اللي جابها في طريقها علشان البنت ترد عليه وتقول له انا كنت جاي اعوم في امان الله وانت دمرت مود اللي كان حلو، بس المهم دلوقتي قول لي انت ابن مجنونه كده ليه وايه اللي خلاك عايز تنهي حياتك. فالواد بيبص لها وقتها بكل حزن وبيتكلم وبيقول الصراحه كده انا عاجز وماليش اي لازمه في حياه اي حد، وكمان اهلي رفضوني ومشي وسابوني، حتى الناس اللي انا ما اعرفهمش رافضين ان انا اعيش وسطهم ورافضين ان انا اشتغل معاهم، لازم اموت نفسي واخلص من حياتي البائسه دي. علشان البنت ترد عليه وتقول له لا ده انت حكايتك حكايه، وبما انك بوظت مودي يبقى انت لازم تظبطه مره تانية، وبالصراحه كده مفيش اي حاجه بتظبط مودي غير الاكل والشرب. بتشده بعدها وبتطلع تجري على مكان علشان ياكلوا في هما الاثنين، وبتبقى لطيفه جدا البنت معاه وبتتعامل وكانها تعرفه من سنين، لدرجه ان لطفها دوت بيخلي صاحبنا يستغرب جدا لانه مش متعود ان حد يعامله كده ولا يبقى لطيف معاه. وفجاه وهو بياكل بينهار لانه مش متعود اي حد يعامله بالطريقه دي. الواد يعني اتعود على الجفاف في التعامل، بس البنت بتبقى الطف من مكان يتوقع ومش بتسيبه ابدا، بتفضل معاه كأنها عايزه تحسن نفسيته علشان ما يحصلوش اي حاجه ولا يروح هنا حياته مره تانية. واثناء ما كانوا مع بعض البنت بتشوف بعدها بياعة خضار في الشارع كانت مرهقه وتعبانه، فبتقول لها ما تقعدي ترتاحي شكلك تعبت من كتر الشغل، وعلشان كده قررت ان هي تقعدها تغني لها شويه يمكن لما تسمع صوتها مودها يتحسن وتقدر ان هي تكمل شغلها. وبالفعل البنت بتبدا ان هي تقعدها وبكل لطف بتبدا تغني لها، وصوتها بيكون جميل جدا وده لدرجه ان صاحبنا بيسرح فيه. الواد حس وقتها ان هو فصل عن العالم كله وبقى في عالم تاني. بيقضوا وقت جميل وممتع مع بعض والدنيا بتكون ماشيه 10 على 10 وزي الفل، لحد ما فجاه بيجي مجموعه شباب بيفضلوا يضايقوا البنت المسكينه، بيقول لها ما تيجي معانا يا حلو، بيكونوا عايزين ياخدوها بالعافيه. في اللحظه دي بقى صاحبنا بيقرر ان هو دافع عن البنت اللي ساعدته وخرجته من مود الانتحار، وبيساعدها بالظبط زي ما ساعدته، وبدون ما يحس بيلاقي نفسه انفعل وبيتخانق مع الشباب دول علشان يبعدوا بعيد عن البنت، لكنهم للاسف مش بيهتموا، بيقولوا له ابعد بعيد عن هنا يا عرج، انت عرج وكمان جاي تتخانق معانا. النار بتولع في عيونه، وهنا بقى بيقرر ان هو يثبت لهم ان هو مش ضعيف زي ما هم فاكرينه. بياخد البنت من قدامهم في لمح البصر وبيطلع يجري بسرعه، وبيجري الشباب الاوباش دول وراه، بس الولد بذكائه بيقدر ان هو يضلهم عن الطريق وبيروح طريق تاني مختلف عن اللي هم فيه، وفي النهايه بيقدر يهرب منهم بالفعل. بعدها على طول بيتفاجئ ان البنت الجميله ديت بتاخده لبحيره جميله زيها، البحيره مختلفه عن اي حاجه شافها قبل كده، وفجاه البنت بتعرض عليه ان هم يتجوزوا. الواد واقف مستغرب ومش فاهم اي حاجه، ازاي تعرض على عرض زي دوت وهم لسه يا دوب متقابلين من امبارح. بيحاول يقنعها ان هو ما ينفعش يتجوزوا بالسرعه ديت ولازم يتعرفوا على بعض الاول، ولكنها بتبقى واخده الموضوع ببساطه، شايفه اللي هما الاثنين مناسبين لبعض وحلوين مع بعض، وبما انهم مناسبين لبعض لازم يتجوزوا دلوقتي حالا، وبتفضل تقنع فيه بانهم يتجوزوا. ولكنه فجاه بقى والغريب ان هي بتقول انا همشي دلوقتي وهقابلك بعد سنه في نفس المكان ده. الذئب بتفاجئ وقتها بيقول لها وفاء يا بنت المجنونه ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت من شويه كنت بتزن عليها عشان تتجوزيني ودلوقتي عايزه تمشي وترجعي لي بعد سنه، هو انت مجنونه؟ لكن الغريب ان هو بيوافق وبياخدها على قد عقلها وبيعمل لها اللي هي عايزاه.
بيروح ينام الصبح لما بيصحى مش بيلاقيها جنبه، بالفعل بيفهم ان هي مشيت خلاص ومش هترجع الا بعد سنه، وبالرغم من انه ما يعرفهاش كويس قوي لكنه بيتضايق وبيحس ان هي سابت فراغ كبير قوي في حياته لانه اتعود عليها. بيمر الوقت بالفعل يا صديقي وكان حاسس بالوحده لا حول لها ولا قوه، وبعد ما عدت سنه بالفعل بيروح للبحيره على طول زي ما اتفقوا جري علشان كان عايز يشوف البنت، ولكنه للاسف مش بيلاقيها هناك. كل يوم يعني بيروح البحيره من الصبح بدري ولكنه للاسف مش بيلاقيها برضه. باستمر الوضع دوت لمده 4 سنين كمان، وكل الوقت دوت بيعدي والحزن بيزيد اكتر واكتر. نرجع بقى عند الذئب بتاعنا للواقع، وبيكمل كلامه مع تاو بيقول لها بالرغم من ان عدى وقت طويل جدا ولكن هو لسه ما قدرش ينسى البنت ديت، ولحد دلوقتي بيدور عليها. علشان تاو ترد عليه وتقول له يا ابن العبيط انت مضايق نفسك على ايه؟ اعتبرها اصلا ماتت. بتحس في نفس الوقت بالتعاطف اتجاهه ولكنها مش بتقدر ان هي تساعده، وبتعمل معاه الاتفاق اللي بتعمله مع اي حد تاني علشان تعالجه. والاتفاق دوت طبعا ان هي تاخد جزء من جسمه وقت ما تحتاجه، والذئب ما بيكونش قدامه اي حل بدل ما يموت ان هو بيوافق على طول. وبالفعل بتعالجه، بعدها بتعرف الحقيقه اللي كانت مخبيها عنه، وبتقول له ان البنت ديت مش بني ادم عاديه، لا ده كانت جنيه. حياتها كانت قصيره قوي، دوت السبب اللي يعتبر خلاها تمشي فجاه وتسيبك. الذئب بييأس وبيحزن جدا وقتها، ولكنه في النهايه بيقرر ان هو يسمع الكلام ويقبل الحقيقه المره. وتاني يوم بقى يا صديقي بنشوف تاو راحت علشان تشتري سمك، ولكن الولد اللي بيبيع السمك بيرفض ان هو يديها، وبيقول لها ان في شخص هيجي ياخد السمك ده كله. فالبنت بتتضايق وقتها جدا يا صديقي لانها كانت نفسها في السمك، وبتقول له طيب بدل ما انت مش هتديني السمك عرفني ازاي تصطادها. وبتسال الولد على المستنقع اللي بيصطاد منه السمك دوت، وبالفعل بيدلها، وقتها بتمشي في الطريق اللي دلها عليه، ولكنها لما بتوصل بتتصدم جدا ودوت لان المستنقع بيكون ملوث جدا وشكله بشع، يعني من الاخر كده ما ينفعش تصطاد منه اي حاجه. بتتضايق تاو جدا لانها كده بالشكل ده مش هتقدر تاكل السمك اللي نفسها فيه. فتاو بيكون فرحان في الوقت دوت وبيقول لها احسن برضه، وده يا صديقي لانه راهب يعتبر وضد اكل السمك او اي كائنات حيه. البنت تاو بتتجاهل كلامه وقتها بتقوم على جن المستنقع علشان تساله يا ترى ايه اللي حصل هنا، بس هو مش بيرد عليها للاسف، ولكن وفجاه في نور بيقرب منها، وبيبقى النور دوت قوي لدرجه ان هي مش بتقدر تشوف اي حاجه بوضوح. بنكتشف ان اللي ظهر دوت جن المستنقع، والبنت تاو لما بتشوفه بتموت حرفيا من الضحك عليه لانه بقى اخضر بعد ما كان لونه اصفر. فبينهار الجن وقتها من العياط وبيقول لها ان هو ما كانش عايز لونه يتغير ولكنه اتسمم بعد التلوث اللي حصل في المستنقع. البنت بعدها بتقدر توقفه في الكلام وبيبدا يحكي لها اللي حصل في المستنقع، بيقول لها من فتره كده كان نظيف جدا والميه كانت صافيه كمان وكان عايش فيها كائنات كتير، واللي كان من ضمنهم جن المستنقع. لحد ما في يوم مشؤوم ظهر وحش مخيف جدا واستحوذ على المستنقع وسيطر على كل الكائنات اللي فيه. اعلن وقتها ان هو ياكل كل الكائنات اللي موجوده فيه، واللي يفكر يقرب منه هيدمر امه حرفيا. ووقتها دمر المستنقع بالفعل ولوثه، ومفيش اي كائن حي من اللي كان عايش في المستنقع قدر يقف قصاد الجبروت ده. جزء من الكائنات ماتوا والجزء التاني هرب، وجن المستنقع كان من ضمن الجزء اللي هرب. بيبكي بكل حزن وقتها بيطلب من البنت تاو ان هي تعالجه بعد ما حكى لها حكايته وتخلصه من السم اللي فيه. وفجاه يا صديقي واثناء ما كانوا بيتكلموا كده بيقع الثعلب في المستنقع، وبيطلع الولد ما يجري وراه علشان ينقذه. تاو بقى كانت قاعده مكانها بتتفرج عليهم بكل هدوء ولا اتهزت حتى من مكانها. مويا وقتها بيقع ورا الثعلب وبيبدا يشد فيه، ولكن فجاه كده بيظهر كائن من اللي رجعوا المستنقع وبيقدر يخرجهم وينقذهم من المستنقع. وبعدها بيخرج الكائن دوت بعد ما تحول للشكل البشري وبيتخانق مع الولد ما بيقول له لو وقعت تاني انا هسيبك تموت، انت ايه اللي جايبك هنا؟ وبنعرف ان هو خلص على الوحش اللي استحوذ على المستنقع وبيرميه بره، بس قبل ما يرميه بيسلب منه كل قوته وبيختفي بعدها بعد ما بينهي كل حاجه. وبنعرف ان الكائن دوت يا صديقي معروف عنه ان هو بيظهر فجاه يخلص الناس من الشر واختفي فجاه. الغريب بقى ان تاو اول لما بتشوف وحش المستنقع ده بتتفاجئ وبتبلم حرفيا لانه بيكون ضعيف ومش قوي زي ما جن المستنقع حكى لها عنه، مفيش اي حاجه تدل على قوته. بيعرفهم بعد كده ان هو كان عنده صديق قريب منه، ولكن صاحبه دوت بيحب بنت لدرجه ان هو كان ميت عليها. كانت علاقتهم ماشيه زي الفل يا صديقي، ولكن في يوم من الايام البنت دي راحت تودع صاحبه وقالت له ان هي تنقل مع ابوها لمدينه تانية او على الاغلب مش هترجع تاني. ودعت المسكين بعد كده وسابته ومشيت، وبالرغم من كلام البنت ولكن صاحبه دوت كان عنده امل ان هي ترجع مره تانية. فضل مستنيها كتير قوي وكان عايش على ذكرياتها لدرجه ان هو دبل مع الوقت من كتر الانتظار، ولكنها برضه ما رجعتش. ولما وقتها الجن اتكلم مع صاحبه وساله عن السبب اللي خلاه يسيبها تمشي بالرغم ان هو كان بيحبها كده، علشان يرد عليه بكل حزن ويقول له ما كنتش حابب اخليها تعيش الم فراق اهلها وعلشان كده اضطريت اسيبها تمشي مع ابوها. وبيتفق مع الجن وبيطلب منه ان هو يبعت رساله لحبيبته لان الجن بيكون عنده قدرات انه يقطع مسافات طويله لوقت قصير، ولكنه بعد ما اتفق مع الجن اختفى وكمان لحد دلوقتي ولسه ما رجعش. الجن بينهي الكلام عن صاحبه وبيقول ان هو واثق ان هو اكيد هيقدر يبعت الرساله لحبيبته وقاعد مستناه علشان وقت ما يرجع يلاقيه. وبنعرف يا صديقي ان عدى على الموضوع دوت 20 سنه حرفيا، والجن بقاله 20 سنه مستني صاحبه لحد دلوقتي. البنت تاو اول لما بتسمع الكلمتين دول بتقول له انت مجنون يابا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ مفيش حد عاقل يا ابني ممكن يستنى حد الفتره دي كلها. وبتقرر ان هي ما تتناقشش معاه في الموضوع دوت اكتر من كده وبتعالجه وبتمشي وبتسيبه. بترجع بعد كده البياع السمك تاني وبتقول له شكرا على الرحله التعيسه ديت، ولكن في قريه عايزه ازورها. بتطلب منه يدلها على القريه اللي عايزه تروحها، فبيقول لها ان
ان جدته موجوده في القريه دي، ومن الاكيد ان هي هتكون مبسوطه اول لما بتشوفهم، وبيمشي بعد كده وبيخليهم يمشوا وراه. ولما تاو بتوصل للقريه دي بتقابل جده البياع بالفعل وبتسالها عن صاحب الجني، وبنعرف ان هي غفلت الجن وقالت له مش هتساعده، ولكن هي جت لحد هنا علشان تدور على صاحب الجني. الست بتقول لها ايوه عرفته، ابوه كان دكتور وكان بيساعد الناس وبيعالجهم، لكن للاسف بعد فتره ماتوا. بعد موته ابنه ساب القريه كلها ومشي، وبتتفاجئ تاو لما بتعرف ان هو مشي وكمان حبيبته اتجوزت في مدينه بعيده. يا حلاوه يا جدعان، ده كده مش هتقدر توصل له ابدا. بتحس وقتها بالاحباط، ولكن الجده بتعرفها ان هي تعرف صاحب الجن ده وكمان تعرف امه. وقبل ما يمشوا سابوا لها كتب، والكتب ديت بتبقى من ضمنها مذكرات صاحب الجن كاتب فيها كل حاجه. المهم وبعد كده تاو بتاخد المذكرات ديت وبتروح تديها للجني، وبتعرفه ان صاحبه اختفى من المكان، ساب القريه كلها للاسف ومحدش يعرف عنه حاجه. فبيحس الجن وقتها بالحزن، بياخد منها كمان المذكرات ديت وبيفضل يقرا فيها على امل ان هو يعرف من خلالها مكان صاحبه، وان هو يكون كاتب فيها اي حاجه تدله عليه. بيتفاجئ وقتها يا صديقي ان صاحبه كاتب عنه في المذكرات ديت واول مره اتقابلوا فيها، وكمان كاتب عن الصداقه القويه اللي نشأت بينهم مع الوقت. وبيقول ان بعد موت ابوه الجن دوت بقى صاحبه الوحيد، ولكنه كان خايف ان علاقتهم تنتهي مجرد ما الناس يعرفوها، وعلشان كده خلى صداقتهم سر بعيد عن الكل وما قالش لاي حد حاجه عنه. الجن عينيه بتدمع وقتها بيتصدم اكتر واكتر لما بيعرف من المذكرات ان صاحبه كان مريض بمرض صعب قوي. المرض دوت ممكن يكون السبب انه ما يقدرش يرجع له مره تانية، ولكن الصدمه الحقيقيه كانت هنا. الجن بيعرف ان المرض دوت ما فيش اي حد يقدر يعالجه ابدا. بيحزن اكتر وبيقول من الاكيد ان صاحبه خلاص مات بسبب المرض ده، وان هو طوال ال20 سنه اللي فاتوا دول كان مستني الوهم، وكان مستني شخص ميت حرفيا، وبيفضل يعيط وبينهار على صاحبه. نعم انها الصداقه يا ساده. وبالرغم ان الموضوع كان صعب عليه ولكنه بيكون مرتاح ان هو عارف الحقيقه واخيرا يقدر يتحرر من وعده، وبكده مش مضطر ان هو يفضل في المستنقع وكمان يمشي براحته. بيمر الوقت وفي احدى الايام الهادئه يا صديقي بنشوف البنت تاو لما بتروح تصطاد، وبتبقى لسه مصممه ان هي تاكل سمك، بس من الواضح كده ان هي مش مكتوب لها ان هي تاكله ابدا، وبتفضل تصطاد كتير من غير ما تطلع ولا سمكه، لدرجه ان هي بتزهق وبتنام من كتر الصيد. بس بعد طول انتظار يا صديقي الصناره بتغمز اخيرا، فبتفرح البنت تاو وبتنادى على الولد مو، بتقول له تعالى شد الصناره معايا يا بنت، شكلها جابت سمكه كبيره. ولكن في الوقت نفسه بيحصل برق ورعد، وحرفيا كده مش مكتوب لهم ياكلوا السمك ابدا. يا ولاد الفقريه، وهوب البرق بيضرب المركب بيدمرها. البنت تاو بتكون بتغرق في الماء، ولكنها بتطلع بصعوبه الصعوبه، بتصرخ وبتقول يا نهار اسود هي السمكه راحت فين. وفي اللحظه دي بيجي شاب وبيرمي سمكه جنبهم، وبنعرف ان الشاب دوت هو نفسه الشاب اللي انقذ مويا، ولكنه دلوقتي في شكله البشري، وبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه هنا مره تانية؟ هو انتوا كله تفكيركم في السمكه؟ لولا انا ظهرت كان زمان البرق ضربكم موتكم كلكم. بس ولكن تاو ما بتهتمش بكلامه، بتقعد تعيط على السمكه اللي اتحركت من جنبها ونزلت الميه مره تانية، وبتتخانق مع الشاب وبتقول له يا ريتك بدل ما تنقذنا تنقذ السمكه الكبيره اللي انا اصطادتها وهربت مني، علشان الولد يرد عليها يقول لها ما فيش سمكه كبيره ولا اي حاجه تانية اساسا، وبيوريها التنين الصغير اللي موجود معاه. فبنت العبيطه بتعرف ان هي فهمت غلط، والصناره ما مسكتش سمكه ولا حاجه، لا ده مسكت في التنين ده. بتستخدم قوتها بعد كده وبتحبس التنين، وبنعرف ان التنين دوت نوع مميز اصلا من التنانين، وعنده قدره على التحكم في البرق والرعد والمطر. تاو بتتفاجئ اكتر واكتر لما بتلاقيه بيتكلم، وبيطلب منها وبيقول لها مش ناويه تسيبيني امشي بقى؟ فبتقرب منه وبتقول له ايه ده، هو انت طلعت بتتكلم زينا؟ عموما لا انا مش هسيبك تمشي ولا حاجه، ما تحاولش ان انت تهرب من هنا. علشان التنين يقول لها براحتك خالص، بس ما تزعليش لما تلاقي البرق نزل عليك قسمك نصين. طبعا تاو المتكبره مش بتهتم بكلامه ابدا، وبتبقى عايزه تمشي من المكان، ولكن مويا بيرفض، بيقول لها انت ايه ما عندكيش قلب، وبيطلب منها ان هي تعالج التنين المصاب ده. وفي الاثناء دي بقى صديق التنين بيتكلم معاهم وبيقول لهم لا كتر خيرك، انا مش عايز اي حد يعالجني، انا مش عايز واحده شريره زي دي تعالجني اصلا، وشكلها اساسا ان هي فاشله ومش هتعرف تعالج صرصار. فبتتعصب البنت من طريقه التنين اللي بيكلمها بيها، بتفك الدايره السحريه اللي حوالين التنين اللي هي عاملاه، وبتشد التنين بكل عصبيه وبتقول له انا هوريك يا حيوان مين الفاشله، وهعالجك واثبت لك ان انت غلطان. علشان التنين يرد عليها يقول لها لا علشان خاطري سيبيني في حالي، انا مش عايز اتعالج. مويا طبعا بيكون واقف بيسمع اللي بيحصل، وبيكون مستغرب ان في حد مش عايز يتعالج وعايز يعيش بالمرض بتاعه. فالتنين بيقول له بالرغم ان الجرح دوت صعب، ولكنه بيساعدني في مواجهه جن الجفاف، وبيعرفهم ان جن الجفاف دوت اصلا مشؤوم، وهو المسؤول عن الجفاف اللي بيحصل في الارض، ومحدش بيحبه ابدا. وده يعتبر لانه اكتر شخصيه متعبه في العالم كله، وما بيجيش من ورا غير المشاكل ووجع الدماغ. وبيعرفهم ان هو قلقان لان شاف الجن من 3 ايام في القريه، ووقتها الجن ساب علامه قويه، وكان واضح من العلامه ديت ان هو بيخطط ينشر الجفاف في الارض لمده طويله جدا. وعلى
وحسب معلوماتي هو مستني الوقت المناسب علشان ينفذ الخطه بتاعته، وممكن يكون بعد 3 ايام تقريبا. تو وقتها بتتفاجئ وبتتصدم من الكلام لما بتعرف ان هو جرح نفسه اساسا علشان يقدر يتصدى ويواجه الجني. ولما تو بتعرف الموضوع دوت وبتتاكد ان هو عايز يحمي القريه، بتقرر ان هي تساعده بنفسها. بيتجمعوا كلهم مع بعض مع الراجل اللي كان انقذهم قبل كده واللي بيكون اسمه وانج، وبيكونوا مستنيين لحظه ظهور جن الجفاف. بس للاسف على الفاضي فضلوا قاعدين وقت طويل جدا ومش بيظهر في الاخر. تو وقتها بتكون قلقانه وبتسال التنين يا ترى لسه ما ظهرش لحد دلوقتي ليه، فبيقول لها انا قلت لك ان هو هيظهر، بس امتى وفين ما اقدرش احدد لك. بس وفجاه يا صديقي بدون اي مقدمات بيظهر كائن غريب في المكان، بيكون شكله غريب ومضحك، وبيبقى دوت بقى جن الجفاف. ومجرد ما التنين بيشوفه بيتحرك من مكانه بسرعه، بيطلع يجري وبيهاجمه بكل قوته. وتو بتجمع قوتها وبتجري وراه علشان تساعده، ولكنه مش بيستنى ابدا وبيهاجم الجني. وفي تلك اللحظه بقى قبل ما يوصلوا له جسم الجن بينار حرفيا، وبيطلع ان هو مكار، واللي كان قدامهم دوت مش الجن الحقيقي بل هو خدعهم، ده كانت مجرد دميه. وفجاه بدون اي مقدمات الجن بيهاجم على التنين، وبتتصدم تو من اللي بيحصل ده. بتبص حواليها علشان تدور على الجن يا ترى راح فين، ولكن وانج بيرد عليها وبيقول لها ان هو مش موجود في المكان كله. تو وقتها بتلاحظ ان التنين بيعاني وتقريبا كده بيحتضر بسبب هجوم الجن العنيف اللي حصل عليه. وبعد ما تو بتعالج التنين بيقعد الولد مويه جنبها وبيدعي ان التنين يتحسن. في نفس الوقت بيكون قلقان على وانج اللي راح يدور على جن الجفاف لحد دلوقتي لسه مرجعش. تو بتطمنه وبتقول له ما تقلقش يا عم، وانج معروف ان هو قوي وهيجيب جن الجفاف من قفاه. في نفس الوقت بقى التنين بيفوق وبيكون عايز يروح يدور على جن الجفاف بنفسه، لكن تو بتمنعه وبتقول له ان حالته الصحيه ما تنفعش يروح في اي حته ولازم يرتاح. الغريب ان التنين بالرغم من الكلام بتاعها دوت بيكون مصمم ان هو لازم يوقف جن الجفاف، ان هو يدمر القريه حتى لو هيموت. وبيبدا يحكي حكايته للبنت وبيقول لها ان هو دايما كان مضطهد بين التنانين، وده لان قوته محدوده عكس التنانين اللي كانت موجوده واللي قوتهم مبهره حرفيا. الموضوع ده كان عامل له احباط، ولكن اللي كان عامل له احباط اكتر واكتر ان هو بيتم التقليل منه بين التنانين، حتى البشر ما كانوش عارفين قيمته. وعلشان كده قرر يسيب مهمه انزال المطر، يمكن وقتها حد يحس بقيمته بالفعل. ومن بعد اللي عمله ده قضى حياته كلها في اللعب والتسليه، بس بالرغم من كده ما كانش مبسوط ابدا. كان طوال الوقت حاسس بالذنب وحاسس ان في حاجه ناقصاه. فضل يلف في الدنيا بلا هدف لحد ما فجاه وصل عند بيت ولد بيكون اسمه امانجا عايش مع جدته، وبيكون الولد ده اعمى. وبالرغم من بساطه حياتهم ولكن التنين كان حاسس ان هو مرتاح هناك، وعلشان كده قرر يستقر في حديقه بيتهم. فضل مستخبي بالفعل اكتر من شهر وما كانش اي حد حاسس بوجوده. استمر الوضع على كده والدنيا كانت تمام لحد ما في احدى الايام الجده تعب جامد. امانجا كان خايف على جدته وفضل يدعي كتير، ولكنها للاسف ما كانتش بتتحسن ابدا. وقتها التنين صعب على الوضع ده، بدا يكلم الولد على انه جن ويقدر يحقق له امنياته، علشان يطمنه وعده ان هو يحقق امنيته وهيساعد جدته ان هي تتحسن. وبالصدفه بالفعل الجده بتتحسن من غير ما يعمل اي حاجه بعد كام يوم. ووقتها امانجا راح للتنين وشكره بنفسه، ما الواد على نيته يا جدعان، وكان مفكر ان هو اللي ساعدها. ومن بعد كده امانجا بقى يتمنى امنيات كتير جدا من التنين، اللي هو اصلا ما يقدرش يحقق امنيه واحده. بس بالرغم من ان التنين ما كانش يقدر يحقق امنيات الولد امانجا، ولكنه كان بيحبه وتعلق بيه جدا. وفي احدى الايام بنشوف امانجا لما قرر ان هو يزرع قصب السكر ودوت لان جدته بتحبه قوي ويتمنى القصب دوت يطلع حلو. وهنا بقى التنين وقتها كان في قمه سعادته لان دي الامنيه الوحيده اللي يقدر يساعده فيها بالفعل. كان هينزل المطر ويساعده ان القصب بتاعه يطلع بسرعه، ولكن وفجاه جن الجفاف ظهر. وبنعرف ان ده السبب الرئيسي ان التنين عايز يمنع الجن باي طريقه علشان يساعد امانجا وخلاص. واثناء ما كان منهار وبيحكي حكايته بكل حزن بيجي وانج وقتها وكان جايب الجن من قفاه. بيتكلم مع التنين وبيعرف ان هو قدر يمنع الجن قبل ما ينشر الجفاف في المدينه. فبيفرح التنين وقتها ان كل حاجه مشيت زي ما هو كان عايزها بالظبط. وبما ان كل حاجه انتهت بالفعل تو بتعالج التنين وبعدها بيرجع لمكانه الاصلي اللي سابه. المهم يا صديقي، وبعد كل الاحداث الغامضه اللي حصلت ديت وانج بينضم للبنت تاو في رحلتها. واثناء ما كانوا ماشيين هما الاثنين في طائر بيترمي على راس البنت تاو، من الخضه مش بتستوعب اللي حصل. وفي نفس اللحظه بيجي شاب وبيعتذر لتاو لانه كان بيصطاده ما خدش باله من وجودها. فبتقول له لا لا اعتذارك مش مقبول يا حبيبي، انت لازم تدفع تعويض. الواد وقتها بيستغرب علشان وانج يبص له يقول له بص اهم حاجه عندها معدتها، فخدها دلوقتي تاكل وهي ترضى عنك. بيوافق بالفعل وبتحرك بهم اتجاه القريه. في الطريق بيعرفهم ان هو اسمه شاو وان هو شغال في محل حداده. لسه ما كملش كلامه وبيتفاجئ ان بيتم انقاذ ست غرقانه، وبيكتشف ان الست ديت من قريته علشان كده بيحاول يفوقها. بس تاو بنت المستفزه بيكون كل همها الاكل طبعا، وبتقول له انت شكلك بتهرب مني علشان ما تاكلنيش على حسابك، انا هخلي يومك اسود. الواد ما بيكونش مهتم بالكلام بتاعها بس مركز مع الست اللي بتبدا تتكلم وتقول له ان هي اللي حاولت تنهي حياتها. الست بتكون حزينه جدا وبتفضل تكرر كلمه لازم اموت لازم اموت. وفجاه تو وهي واقفه بتكتشف ان في حد بيكرر الجمله ديت طالع من بطن الست. فبتعرف شن في طفيله في بطن الست ديت وهو اللي خلاها تحاول تنهي حياتها وهو اللي مسيطر عليها. وبتقول له ان هي هتعالجها ولكن لازم تعرف هي راحت فين واكلت ايه بالظبط.
بتروح معاهم للقريه بالفعل، ولكن قبل ما تعمل اي حاجه بتقرر ان هو يجيب لها اكل لان مستحيل تشتغل على معده فاضيه، وكالعاده بتاكل الاخضر واليابس، وبعدها بتبدا تفكر في المشكله بتاعت الست الغلبانه، وبتعرف ان حياتها مع جوزها متدمره جدا، لكن المعلومات اللي بتعرفها كلها ما بتبقاش كافيه ولا لها اي 60 لازمه باللي في بطنها ده. بتقول للولد ان هي مش هتقدر تساعد الست بالشكل دوت لان ما تعرفش عنها معلومات كافيه، ولو في اي مرضى تانيين هتقدر تعرف منهم وتساعد الست. بتودعهم وبتسيبهم وبتمشي، ولكن وفجاه شابي يوقفها بيقول لها استني، في مرضى تانيين بالفعل. بياخدها عند اخته المسكينه اللي كانت مريضه بنفس المرض ولكنه كان مخبي عليها، وكمان بيعرف تاو ان اخته ديت اصلا الناس كلها في المدينه كانوا بيعتبروها ان هي تخينه جدا، وبيقولوا عليها ان هي شبه الخنزير، ومن وقتها راحت عند بير الامنيات علشان تتمنى ان محدش يتريق عليها، ولكن لما رجعت البيت اتحولت لخنزير بجد. البنت تاو وقتها بتحلل كلامه وبتعرف ان البير دوت وراه اسرار، وبتقرر ان هي تروح لهناك وده علشان تفحص المكان، ولكن اول لما بتوصل بتلاقي ست بتعمل اكل ريحته بتكون جايبه لاخر القريه. تاو الطفصه ما بتقدرش ان هي تقاوم الريحه وبتروح علشان تاكل معاها، وبتستغرب ان الست اصلا شغاله في وقت متاخر زي ده، علشان الست تعرفها ان هي شغاله في الوقت المتاخر دوت لان الناس بتكون كسلانه وعايزه تاكل اي حاجه. بتقدم لهم الاكل بالفعل اللي بيكون لا يقاوم حرفيا، وبياكلوا كلهم ما عدا تاو. تاو بيكون حاسه ان في حاجه غريبه، وفجاه بالفعل اللي معاه بيبداوا ان هم يتكلموا كانهم زومبي، بيرددوا الكلام وبيقولوا لها كل بسرعه، وبيبصوا لها هم والست اللي معاهم وبيكون نظراتهم مرعبه. يا نهار ابيض يا جدعان. وقتها تاو بتتاكد بالفعل ان في حاجه غلط، بتستخدم قوتها وبتكتشف ان الطفيلات مسيطره على الست ديت وبتنتشر من خلال الاكل بتاعها، وبمجرد ما بتكتشف السر ده مويا ووانج وقتها بيرجعوا الاكل بسرعه علشان يتخلصوا من الطفيلات بنت الخبيثه دي. وفجاه الست بتتحول لشكل مرعب وبتقول لها انا هطلع عين امك. بتبدا ان هي تهاجم تاو بكل قوتها، بس على مين؟ ده تاو بتكون عامله زي النينجا وبتخلص عليها بقوه الجرس، بتدمر جسم الست حرفيا ومش بتفضل غير الطفيلات الام. تاو بعدها بتتكلم مع مويا وانج وبتقول ان هي اكتشفت الموضوع اصلا من بدري من اول ما شافت الست، ولكنها سابتهم ياكلوا علشان تتاكد من شكها. فبتعصب مويا وبقول لها هو انت حيوان؟ انت بتجربي فينا؟ تاو وقتها بتتجاهل الكلام وبتقول له خد بالك الطفيل دوت خطير وبيخلي الانسان يتحول لاي حاجه الناس بتكرهها، وعلشان كده اخت شات اتحولت لخنزير والست التانيه حاولت تنهي حياتها بايديها، وده لان الناس كانت دايما بتقول ان الست ديت بتتعامل وحش من جوزها وان هو بيدعي على دماغها ولازم تموت نفسها علشان تتخلص منه. وفجاه هم واقفين الثعلب بيبدا ان هو ينهش في الست اللي اتدمر جسمها، وتاو بتتفاجئ لما بتشوف المنديل بتاعها على الارض وبتعرف ان اصلا الست ديت اساسا مجرد جثه طفيلات عاشت فيها. بيكون عندها فضول تعرف قصتها وبتستخدم قوتها على المنديل علشان تعرف قصتها. بتتفاجئ يا صديقي لما بتكتشف ان الست ديت اصلا بتحب شخص وبتتمنى ان هي تتجوزه، لكنه كان حقير جدا ومخلاها تقطع علاقتها باهلها وعاش معاها وخلاها حرفيا خدامه عنده، وكل ما تطلب منه ان هو يتجوزها كان بيغير الموضوع وبيتخانق معاها، ومع الوقت بقى يستغلها اكتر واكتر وياخد فلوسها. اتدمرت تماما بسبب معاملته القاسيه معاه، ولكنه ما اكتفاش بكده، ده كمان خطب واتجوز غيرها. ولما شافها وهو كان مع خطيبته وقتها اتكلم وقال لخطيبته ان هي مجرد خدامه عنده، وقتها المسكينه اتدمرت وقررت ان هي تنهي حياتها. وبعد ما تاو بتقرا القصه الحزينه ديت بتحرر روح الست المسكينه وبتبعت قوتها على شكل نقط نور وبتساعد الاتنين اللي اتاذوا بسبب الطفيلات. بيمر الوقت يا صديقي وتاني يوم بنشوف شابي يقابل البنت تاو، بيعرفها ان اخته رجعت لطبيعتها، والغريب بقى ان هي بتخس بسرعه، وكمان بيشكرها لان بسببها كل حاجه رجعت طبيعيه. في نفس الوقت بقى يا صديقي بيكون في افعى عملاقه بتخرج من البير وبتهاجم الكهنه بتوع المعبد، بيترعب الكل من حجمها الضخم لدرجه ان هم بيفكروا ان هي روح شريره. الخبر ده بينتشر لحد ما بيوصل للبنت تاو. لما تاو بتعرف بالحوار دوت بتقرر ان هي تروح للمعبد اللي ظهر فيه الافعى علشان تشوف ايه الحوار ده، وبالفعل يا صديقي بتتحرك، واول لما بتوصل للمعبد هناك بيرحب بيها الراهب وبيبقى واضح جدا ان هو عارفها. بيطلب منها ساعتها ان هو يتكلم معاه بعيد عن الناس اللي معاه دي، وبياخدها بالفعل وبيطلعوا بره. بيعرفها وبيقول لها ان الطقس بقى غريب، اول المطر بينزل بطريقه مرعبه. فبتستغرب البنت تاو بتقول له انا بتعامل مع الارواح والوحوش ولكن ما اعرفش اتعامل مع الطقس، هو ايه اللي بيحصل عندكم ده؟ علشان يرد عليها يقول لها ان المطر دوت بسبب الافعى اللي ظهرت، والوضع دوت حصل من 20 سنه تقريبا، ووقتها بيكون في شخص اسمه المعلم كونج قدر يسيطر على الوضع ويوقف المطر. وهنا بقى تاو بتعتذر للراهب لانها مش هتقدر تعمل اي حاجه للاسف. بتكون بعدها ماشيه وسايباه، ولكن الراهب بيوقفها وبيقول لها استني، الموضوع ده فإن مش موضوع افعى وخلاص، في سر مجهول وهي الوحيده اللي هتقدر تكشف الحقيقه. المهم يا صديقي بعد كده بنتقل بينا المشهد مع البنت تاو لما بتروح عند المعلم كونج وبتتظاهر ان هي عايزه تعالج الوزه بتاعتها، ولكنها في الحقيقه بتبقى بتكذب عليه ورايحه علشان تعرف السر اللي وراه وازاي قدر ان هو يوقف المطر من 20 سنه. لكن الغريب بقى ان هو بيرفض يعالج الوزه، بيقول لها انا مش دكتور، روح الدكتور يا حبيبتي، انا عندي حاجات كتير اهم من كده لازم اروح علشان اخلص الناس من الافعى. تاو وقتها بتبص له نظره كلها غضب وبتقول له انا فهمت كده اللي انا كنت جاي علشانه، وهو ده الوقت المناسب علشان اصلح كل اللي انت بوظته. بتستخدم قوتها يا صديقي وبتدخل جوه جسم المعلم وانجا، وبعد كده بتروح تحارب الافعى العملاقه باستخدام جسم كونج اللي هي مسيطره عليه. لكن واثناء المعركه دراع كونج بتقطع تماما، ولكن وقتها البنت
تاو بتستمر في المعركه بتاعتها مع الافعى لحد ما بتقدر تقتلها. بتقطع ديلها وبمجرد ما بتقتلها يا صديقي المطر بيختفي تماما. وفجاه شكل الافعى بيتغير وبتكتشف تاو ان هي افعى متحوله وفي جزء من شكلها اصلا زي البشر. ومش بس كده، ده كمان عندها قوه استدعاء الامطار والفضيلات كمان. المهم بعد كده بتاخد الافعى وبتروح تدفنها في مكان ما. اول ما بتدفنها بتخرج من جسم كونج اللي بيتصدم وقتها اول لما بيعرف اللي حصل وان دراعه اتقطع. بيبص لتاو بصدمه وبيصرخ في وشها وبيقول لها هو انت مين وايه حكايتك؟ علشان البنت تقول له انا اللي جيت هنا علشان اكتشف حياتك وافضح دورك المثالي الكذاب اللي انت عايش فيه قدام الناس. كونج بيتصدم من كلامها بيقول لها انت كدابه، انا خلال ال 20 سنه اللي فاتوا كنت بساعد اهل القريه. علشان تاو ترد عليه وتقول له ما اقدرش انكر ان انت كنت بتساعد الناس بالفعل بس علشان هم يمدحوك. وعموما يعني لما جيت لك علشان الوزه بتاعته والحوار ده انا كنت بتحجج علشان اعرف ماضيك القذر. وبالفعل عرفت ان انت نصاب كبير حتى كونج مش اسمك الحقيقي. يا نهار ابيض يا جدعان. وكونج وقتها بيتاكد بالفعل ان هو انكشف خلاص. بيقول لها انا كان لازم اعمل كده، لازم اعمل كده علشان احس ان انا بني ادم وليا قيمتي قدام الناس. انا عشت طول حياتي بتعرض للتنمر من الناس اللي كانوا شايفين ان انا ماليش اي 60 لازمه لان ضعيف. فضلت مستحمل الاهانه سنين وسنين لحد ما فجاه ظهرت لي الافعى وعالجت كل الجروح بتاعتي. وهنا بقى كل حاجه بدات ان هي تتغير. والحسن حظ ان الافعى حبتني واعتبرتني صديقها الوحيد، ومن وقتها وهي ملازماني ومن قوتها ديت انا قررت ان انا استغلها. وبالفعل ده اللي حصل. بعد فتره قصيره بقيت اقدم عروض ترفيهيه باستخدام الافعى، والناس اللي كانوا بيتنمروا عليها دلوقتي نفسهم يتصوروا معايا. كانت الدنيا ماشيه تمام التمام لحد ما فجاه واحد فكر ان هو يتنمر عليا، وكانت ليله ام سودا خلت الافعى تدمر امه. انا عملت كده علشان الناس تخاف مني واحترموني، ولكن هم شافوني عكس كده، قالوا ان انا خطر عليهم وكانوا عايزين يطردوني من القريه كلها. انا وقتها خفت منهم وهربت ورجعت بائس مره تانية وحزين. ولكن فجاه كل حاجه بتتغير. المطر بدا ينزل بكميات كبيره جدا، ولكن الغريب ان هو كان فوق انا بس. واتفاجئت بان الناس بيطلبوا مني مساعدتهم علشان انزل المطر في القريه. كانوا عايزين ننقذهم من الجفاف المنتشر بقاله سنين. وهنا بقى فهمت ان الافعى عندها قدره التحكم في المطر، وقلت لنفسي لازم استغل الفرصه ديت لمصلحتي، لان الحاجه الوحيده اللي هتخلي الناس يحترموني هي فعلا الافعى دي. وبالفعل خليت الافعى تنزل المطر في القريه كلها، ومن بعدها الناس بقوا يحترموني جدا ومعاملتهم معايا اتغيرت 180 درجه. وبقيت استغل الافعى اكتر واكتر في كل مكان، وغيرت اسم المعلم كونج وبقيت منهم ومن اهل القريه بتاعتهم. وصل معايا الموضوع في يوم من الايام ان انا استغليت الافعى في علاج امراض وجروح ناس كتيره جدا. فضلت على الوضع ده سنين وسنين لحد ما في يوم من الايام المطر زاد عن حد والناس طلبوا مني ان انا اساعدهم، وفعلا قدرت ان انا اوقفه باستخدام الافعى. يا نهار ابيض بقى، ده انا كنت بالنسبه لهم البطل الخارق. فضلوا يتعاملوا معايا الناس على الاساس ده وما كانوش يعرفوا ان انا مخبي الافعى في البير. بس اللي انا ما كنتش عامل حساباته في يوم من الايام حجم الافعى عمال بيزيد بسرعه مش طبيعيه وبتبقى عملاقه في وقت قصير. وبسبب زياده حجمها فضلت اخاف منها، ولكن بالرغم من كده كنت بستغلها اكتر واكتر وخليتها تساعدني في علاج امراض كتيره جدا. بس للاسف شكلي بلغت في استخدام الافعى ده لدرجه ان هي تعبت مع الوقت. وبالرغم من تعبها دوت وان هي شالتني سنين وسنين، ولكن كان اهم حاجه عندي برضه شكل قدام الناس المؤمنه بيا. وعلشان كده صممت ان انا اكمل حتى لو هتموت. كملت بالفعل، ولكن اللي ما عملتش حسابه ان هي ممكن في يوم من الايام ترفض ان هي تساعدني. ووقتها بدات اهددها ان انا ابعد عنها لو ما سمعتش الكلام. وبالفعل هي كانت بتحبني وقررت تسمع كلامي. ادتني الحبوب اللي عالج بالامراض، ولكن المره ديت قوتها ضعفت جامد، ولكن انا برضه ما اهتمتش. ومن بعدها الافعى اتغيرت تماما، مش بس كانت بتعصى اوامري، دي كمان كانت بتعمل عكس اللي بقول لها عليه. ولما طلبت منها تنزل المطر عملت فيضان ودمرت شكلي وسمعتي قدام الناس. ولكنها ما اكتفتش بكده كمان، لا والله ده اتجننت على الاخر وبقت تهاجم الكهنه في المعبد وفي كل مكان. وبسبب كده قررت اخلص عليها وانا حياتها علشان سمعتي ما تتدمرش قدام البشر. وبعد ما البنت تاو بتعرف الحكايه الكامله ديت بتقول له انت حقير جدا في القصه كلها. الافعى كانت غلطتها الوحيده ان هي نفذت اوامرك اصلا من الاول. وهنا بقى كونج بيفوق وبيدرك ان هو اخيرا كان ظالم الافعى. هي كانت بتحبه لدرجه ان هي دمرت نفسها وجسمها علشان بس تساعده، بيفضل يعيط وهو حاسس بالذنب وما كانش عارف يعمل ايه وقتها. لكن وفجاه الافعى بتظهر في المكان وبتكون رجعت لحجمها القديم وقت ما كانت صغيره. فهي بيطلع كونج يجري عليها وبيحضنها كمان. بيكون مبسوط جدا ان هي لسه عايشه وبيعتذر لها وبيوعدها ان هو هيتغير تماما وهيعاملها كويس ومش مهم قدام الناس شكله عامل ازاي. وهنا كانت الصدمه، الافعى اصلا مش فاكراه علشان تاو تتكلم وقتها وتعرفه ان هي ما قتلتش الافعى اصلا ولا حاجه، وكانت بتتظاهر ان هي قتلتها ودفنتها. فكونج بيتصدم جدا لانه يعتبر هي صديقته الوحيده، ازاي يحصل كده؟ بيحاول يفكرها بيه ولكنها تتجاهله وبتمشي وتسيبه وهو بينهار وقتها.
وبنكتشف وقتها ان الراهب هو اللي طلب من البنت تاو ما تقتلش الافعى وتساعدها، وبنعرف اصلا ان الراهب دوت هو المتحول زي الافعى التانية، ومن وقت ما كان طفل صغير والناس كلها مضطهداه وحاولوا ان هم يقتلوه، ولكن في بنت لطيفه ساعدته. عرف وقتها ان البنت دي متحوله زيه، ولكنها قدرت تاخد شكل البشر وتعيش وسط البشر من غير ما اي حد يكتشف هويتها الحقيقيه. البنت كانت لطيفه معاه وساعدته ان هو يتحول للشكل البشري بالفعل علشان يقدر يعيش بين البشر، ومع الوقت بقى محارب قوي وقائد جيش كمان، ولكن المشكله ان هو كان بيحب القتل زي يعني بيستمتع بيه وبيدمر اي مكان قدامه، بس كل دوت اتقلب ضده في يوم وليله بسبب عنف. حصلت معركه دمويه، البنت اللي بيحبها كانت واحده من الضحايا اللي ماتوا، وفي الاثناء ديت استعانوا بالبنت تاو علشان تخلصهم من شره، ولكن وقتها كان انهار بسبب موت البنت اللي بيحبها، وقرر يتغير بدون ما يدخل اي معركه. البنت تاو قطع الدلو علشان يدمر قوه الافعى اللي عنده، وقرر ان هو يكون راهب بعدها. قال لازم اعيش حياه مختلفه عن حياه العاقمه القديمه ديت، وبسبب تغيره البنت تاو مشيت وقتها وسابته، ومن وقتها بالفعل اتحول لراهب مسالم بيساعد الناس وبيحب كل البشر. وبنكتشف ان هو لما قابل تاو ساعتها طلب منها ان هي تخلصه من حياته دوت لانه كان عايش كتير جدا وشايف ان كفايه كده لحد دلوقتي. نرجع تاني لاحداثنا وبنشوف البنت تاو قاعده عند قبر الراهب ده وبتحكي لمويا ووانج اللي حصل بينهم، بتودعه للمره الاخيره وكمان بتدي الافعى العملاقه اسم، وبكده تكون انهت كل حاجه بسلام وبتستعد علشان تتوجه لمكان تاني. وفي تاني يوم يا صديقي بقى بنشوف واحد بيبيع ابنه المريض وبيقبض ثمنه بالفعل، وبيبقى حزين جدا لان الفقر خلاه يعمل كده. في الوقت نفسه تاو بتكون لسه واصله المدينه وبتكون بتتمشى في شوارعها هي ووانج، وكالعاده تاو بتكون كل اهتماماتها بالاكل وبتصدق تلاقي مكان كويس علشان تاكل فيه، وهناك بقى بتتكلم مع صاحب المطعم وبتساله عن حاجه مهمه، بتقول له لو في مرض منتشر في المدينه او كده انا سمعت طراطيش كلام. فالراجل بيتوتر جدا وقتها بيحاول يتوه الموضوع، لا مفيش اي حاجه صدقيني، مرض ايه وبتاع ايه، المطعم زي الفل اهو. تاو تقول له انا قلت كده والله، بس الولد وانج هو اللي مهوس بالنظافه علشان كده انا سالتك. وبالرغم ان كلامه كان مقنع مع البنت تاو، ولكن وانج بيتكلم وبيقول لها انا حاسس ان في حاجه غلط في المدينه دي. وبالفعل في تلك اللحظه بيطلع شيطان مرعب وبيطلع يجري من قدامهم وبيتخض وانج من شكله. البنت تاو بتكون عارفاه وبتعرفه ان دوت شيطان الامراض وهو اللي بيسبب انتشار الامراض في الارض كلها، وعلشان كده انا سالت صاحب المطعم لو كان في اي امراض منتشره وكده، وبتعرفه ان هي وهي داخله المطعم شافت طفل مريض جدا بره. اما صاحب المطعم بقى بيكون بيتكلم مع مراته وبيقول لها انا حاسس ان البنت تاو ووانج دولت مش مجرد زباين عاديين، انا قلقان منهم من ساعه ما سالوني لو في اي امراض منتشره او كده، وخايف هو ومراته ان الحكومه تكون عرفت باللي حصل ده. اتفقوا هما الاثنين لازم يتخلصوا منهم في اسرع وقت ممكن علشان المكان ما ياخدش شبهه ويفضل شغال زي ما هو. وبالفعل ولاد الخبيثه بيحطوا لهم مخدر في الاكل، واول لما بيفقدوا الوعي بياخدوهم لمستودع تحت المطعم، وبنكتشف ان في اطفال كتير محبوسين في المكان ده ومحطوطين جوه قفص وشيطان المرض بيلف حواليهم. صاحب المطعم ومراته بيفتشوا البنت ده واخدوا الكيس اللي كان موجود معاه، فجاه كده بيحسوا بحركه مش طبيعيه في المكان، فبيتصدموا وقتها. صديقه بيحس ان هو جالهم اصلا جرب عمالين يهرشوا زي المجانين، وبالفعل بتطلع تاو خدعتهم ان الكيس دوت مليان ماده بتسبب الحكه. بتقوم بعد كده البنت تاو بتقول لهم كنتم مفكرين ان انتوا خدعتوني، طيب انا اللي خدعتكم، يلا بقى قولوا لي ايه المؤامرات اللي بتخططوا لها، ولو رفضتوا تقولوا لي دلوقتي انا هديكم علقه موت. صاحب المطعم بيقرر بالفعل ان هو يتكلم لان بيكون خايف منها وعايز ينقذ حياته، وبيعرف تاو ان في واحده بيكون اسمها السيده وين وهي اللي بتخليهم يجمعوا المرضى دول. بعد كده باخدهم ابيعهم للست ديت ومعرفش ايه السبب، معرفش بتعمل بيهم ايه. تاو بتكون حاسه ان هو صادق وبتقرر ان هي تنقذه وبتديله الترياق هو ومراته. وبنكتشف بعد كده يا صديقي ان الراجل الوسخ دوت هو اصلا نفس الراجل اللي شفناه في البدايه بيشتري الولد من ابوه. بيعترف صاحب المطعم بعد كده بالحقيقه الكامله، وبنعرف ان هو ومراته كانوا في يوم من الايام بيتاجروا في البشر، وكانوا في يوم من الايام تابوا بالفعل يا صديقي من تجاره البشر ديت، وربنا هداهم لحد ما فجاه ظهر شخص مجهول وعطاهم دهب كتير مقابل ان هم يجمعوا له الاطفال المرضى دول لست بيكون اسمها وين. وبيعرفوا وبيكتشفوا ان الراجل دوت المساعد بتاعها وان الست ديت غنيه قوي وهتنغنغهم على الاخر. كانوا عايزين يرفضوا عرضه في يوم من الايام، ولكن هو هددهم ان هو يكشف ماضيهم الاسود بوقت ما كانوا بيتاجروا في البشر، وساعتها خافوا بالفعل من تهديده علشان كده اضطروا ان هم يوافقوا. تاو طبعا بتتصدم من اللي هي بتعرفه دوت وبتقول ان هم وحوش وما ينفعش يعملوا في الاطفال كده، فبيقول لها صاحب المطعم ان الاطفال دول اصلا اهلهم هم اللي بيبيعوهم علشان الفلوس والفقر اللي عندهم، وبيعرفوا وقتها ان يتم تسليم الاطفال الصبح بدري. ولما تاو بتعرف بتقرر ان هي تفضل مستنيه لحد ما يجي وقت التسليم بتاع الاطفال وتكتشف الناس اللي ورا الليله دي كلها. ولما بيجي وقت التسليم بالفعل تاو بتخلي صاحب المطعم يبيع هي والولد وانج على انهم اطفال، بيخبوا وشهم علشان ما يتمش كشف هويتهم الحقيقيه، وبيتم نقلهم مع الاطفال بالفعل. واول لما بيوصلوا عند السيده وين بالفعل بتروح علشان تعاين البضاعه بتاعتها، ولكن اول لما بتوصل عند تاو بتتحرك بسرعه بتمسك ايديها بتشدها اتجاهها بكل قوتها، ولما الحرس بيحاولوا ان هم يهاجموها بترش عليهم ماده بتخليهم يفقدوا الوعي تماما. بتتكلم مع وين بعد كده وبتقول لها قولي لي انت عايزه ايه من الاطفال دول، بتعملي بيهم ايه. وفي اللحظه دي بيظهر المساعد بتاعه بيكون عايز يخلص على البنت تاو، ولكنها بتشغل دماغها وبتمسك السيده وين، بتهدده ان هي تخلص عليها لو فكر ان هو يقرب منها، وهنا بقى بيقرر ان هو يستسلم بالفعل وبيخاف منها، وخصوصا بعد ما بيشوف الجرس اللي في ايديها، وده يا صديقي بيكون دليل على قوتها، بيترجاها ان هي تسيبهم عايشين
وحشين وان هم مش هيعملوا حاجه تاني. كل ده وان بتعاني لحد دلوقتي وبترفض ان هي تستسلم، فبتقرر البنت تاو تخلص عليها، بس قبل ما تبدا ان هي تهاجمها بثواني بيتدخل المساعد بتاعها وبيحاربها، بس البنت تاو بتبقى نينجا وبتقدر ان هي تديله واحده بتخلص عليه. في نفس اللحظات يا صديقي بيجي وانجو بيقول للبنت تاو ان هو دور على الولد موزة ما طلبت منه، وعرف ان هو في مكان تحت الارض كده، وعلى الاغلب انا سمعت ان هو يتم اجباره على الجواز بالرغم ان سنه صغير. فالبنت تاو بتتصدم وبتستغرب من اللي هي بتسمعه. بتتكلم مع ون وبتقول لها تاخديني المكان دلوقتي حالا ولا استخدم عليك الدواء اللي بيداوي بالجسم، فبتخاف البنت ون منها وبتقرر ان هي تاخدها المكان مويا. بالفعل بننتقل بقى عند الولد مويا اللي بنعرف انه قاعد في مكان تحت الارض ومعاه عروسه وما يعرفهاش ولا هي تعرفه. بيكون مش مستوعب يعني ان هو اتخطف ومجبر ان هو يتجوز دلوقتي حالا، وبيحاول يفهم البنت ان هو صغير على الكلام ده وان هو راهب والرهبان ما ينفعش يتجوزوا اصلا، علشان البنت تفاجئه وتقول له ان هي زيه زيها بالظبط ولسه ما تعرفش اي حاجه وتم اجبارها اصلا على الجواز. حالهم يصعب على الكافر هما الاثنين وبيتفقوا مع بعض ان هم يهربوا من المكان، وفعلا بيقدروا يكسروا الشباك بتاع الاوضه وبيهربوا من المكان. بيطلعوا هما الاثنين وبيفضلوا يتمشوا في مكان غريب كده لحد ما بيلاقوا نفسهم في مكان فاضي ما يعرفوش في اي حد غيرهم. وبعد لحظات بيلاقوا رسمه للبنت ديت يا صديقي، وبيكون على توقيع شاب غريب، والولد مويا بيتكلم معاه وبيسالها يا ترى مين الشاب ده. فالبنت بتتملي عينها بالدموع وبتقول له ان الشاب دوت اللي كانت بتحبه، وبنعرف ان هي بنت ون وكانت عايشه تحت سيطرتها لحد ما اتعرفت على الشاب دوت وحبته وقررت ان هي تهرب معاه. بس ولكن قبل ما تهرب امها عرفت الخطه بتاعتها وقفشتها ومنعتها ان هي تهرب، ومن وقتها ما تعرفش اي حاجه عن الشاب دوت وبتكون حزينه جدا، والولد مويا بيحاول يواسيها. بعد كده تاو بتوصل للمكان بتاعهم وبتتفاجئ لما بتلاقيهم قاعدين فاقدين الوعي ومربوطين بست عجوزه وبتبقى عامله حيله سحريه علشان تتحكم في حياتهم. يا نهار ابيض، بنكتشف بقى يا صديقي ان اللي كانوا بيتكلموا مع بعض دوت ارواح الولد مويا والبنت اللي معاه. ارواحهم المفروض اصلا محبوسه في مكان تحت الارض، وتاو بتتكلم مع وين وبتحاول ان هي تقنعها ان اللي بتعمله في بنتها دوت غلط كبير. بالشكل ده هتدمر حياتها، خصوصا يعني ان هي محبوسه تحت الارض وعمرها بيضيع. لكن وين وقتها بترفض بكل برود وبتقول لها مالكيش دعوه، دي خطته الوحيده علشان اخلي بنتي سعيده وانا مش عايزاها تهرب مني. وبنعرف يا صديقي بعدها ان حبيب بنتها كان هيموت اصلا خلال فتره قصيره، وبنتها عندها قدرات ان هي تشوف المستقبل كمان، وبسبب كده امها خافت ان قلبها اتكسر وحبستها بالشكل دوت، وكانت بتخطف الشباب وتعمل حيل سحريه وتبعت ارواحهم تحت الارض علشان يتجوزوا بنتها ويعيشوا معاها. وبالرغم من كل اللي هي عملته ولكن روح بنتها تحت الارض بتكتشف ان حبيبها مات، وساعتها بتنهار على فراقه. وفي الوقت نفسه يا صديقي وان بتتكلم مع البنت تاو بتطلب منها ان هي تبعد عنها وتسيبها تخلي بنتها سعيده بالطريقه اللي هي شايفاها صح. وبنعرف ان البنت وان ديت اصلا مش بشريه ولكنها اتجوزت بني ادم عادي، وبعد ما خلفت بنتها ديت اكتشفت ان هي كمان مش بشريه زيها، ودوت اللي خلى البنت تبعد عنها. وبنعرف ان هي بتستخدم الاطفال المرضى دول علشان تحول بنتها لشكل بشريه كامل وما تخليهاش تعيش نفس المعاناه بتاعتها. والعجوزه اللي بتتحكم في حياه بنتها بتكون طبيبه روحيه زي البنت تاو بالظبط، علشان تاو تتعصب وتقول لها ان هم اغبياء جدا ومستحيل البنت تتحول لبشريه كامله، وبتقرر ان هي تدمر كل اللي هم عملوه. بتروح تقطع الحبل اللي مربوط بالبنت والولد مويا علشان تخليهم يفوقوا. وفي الوقت نفسه روح البنت بتتألم وبتصرخ من شده الالم يا صديقي، وفجاه عينها بتتحول للون الاحمر. بتكون مرعبه حرفيا وبتبدا ان هي تدمر المكان اللي هم فيه، وبينهار فجاه عليهم وبيظهر وحش مرعب من المكان ده بيصرخ في البنت بيقول لها جه الوقت علشان تموتي، وبيقرب منها ولكن مويا بيترعب يا صديقي وما بيكونش عارف يتصرف ازاي. وبعد تفكير سريع يا صديقي بيقرر انه مش هيستسلم ابدا ولازم ينقذ البنت باي طريقه. بيطلع يجري معاه من المكان اللي هم فيه ولكن وقتها بينهار اكتر واكتر عليهم، فبيقف الولد مويا بيقرر ان هو هيهاجم الوحش، لكنه للاسف بيكون ضعيف جدا قصاده علشان كده بيحدفه بالطوب او اي حاجه موجوده في المكان. وفجاه كده البنت بتقع جنب رجل الوحش يا صديقي ومش بتتحرك ابدا. مويا بيقلق عليها وبيروح يشدها علشان تهرب معاه من المكان من هنا، ولكن وفجاه هنا بتتحول للون الاحمر من جديد. بتبدا تتكلم معاه بصوت مرعب وبتقول له انا مش عايزه اتحول للبشريه ابدا. ولما مويا بيحاول يفوقها الوحش بيهاجم عليه وبيكتفه، وبعدها بيرفع البنت من على الارض وبيبقى خلاص هياكلها تماما. ولكن مويا اول لما بيصرخ فيه بتراجع وقتها والبنت بتفوق يا صديقي، والوحش بيرتبك وبيخرج صوت غريب جدا ومرعب منه، بتظهر دوامه بتسحب مويا. بينادي مويا على البنت بعد كده وبيقول لها فوقي فوق ارجوك، انت لو ما فوقتيش احنا هنموت كلنا. وهنا بقى البنت بتفوق بالفعل وبتشده يا صديقي قبل ما يتسحب في الدوامه بالكامل، وفجاه بتحصل حاجه غريبه جدا في المكان. بيقع مويا ولكنه ما بيقعش على الارض، وبيظهر ضوء قوي جدا بيدمر الوحش ده بيقضي على امه تماما. مويا بالفعل بيفوق وبيرجع للواقع مره ثانيه، اول لما بيشوف البنت تاو بيجري عليها وبيقول لها كنت واثق ان انت مش هتتخلى عني وتيجي تنقذيني. وفي الاثناء نفسها الست العجوزه بتموت، وبنعرف ان تاو اللي حاربتها باستخدام قوتها وفوقت مويا وخلصت عليها. مويا بعد كده بيروح يفوق البنت ولكنه بيتصدم لما بيلاقي البنت تاو بتفحصها وبتقول له ان هي خلاص ماتت. بتنهار انه تطلع تجري على بنت تاو تترجاها ان هي تفوق، وبتقوم البنت تاو لانها قتلت العجوزه اللي كانت ممكن تنقذها. لكن تاو بتكشف لها ان العجوزه ديت اصلا في الحقيقه ما كانتش عايزه تساعدها ولا حاجه، وكان كل هدفها ان هي تستحوذ على جسم بنتها، وكل هدفها ان هي تستحوذ على جسم البنت وتنقل روحها ليها، وكل اللي عملته دوت علشان هدفها ان هي تستحوذ على جسم البنت مش انها تحولها بشريه ولا حاجه. البنت وان اول لما بتسمع كلام دوت بتتصدم وبتقع على الارض من صدمتها وبتفقد الوعي تماما.
المساعد وقتها بيترجى البنت تاو ان هي تنقذ وين وبنتها، ولكنها بتتكلم بتقول له ما اقدرش انقذ البنت ابدا لان البنت خلاص ماتت. اما بالنسبه لوين بقى فهي مش عايزه تنقذ نفسها اساسا، هي موتت نفسها بنفسها. الراجل وقتها مش بيستسلم وبيقول لها طيب، وبيعرض عليها مبلغ كبير جدا مقابل ان هي تنقذهم. العرض بيكون مغري وعلشان كده بتتراجع في كلامها، بتستخدم قوتها علشان تنقذ وين وبنتها. المهم وبعد تو ما بتعرف قصة البنت وان الحزينة ديت بتحس بالشفقة اتجاهها، وده لان جوزها كان ظالمها حرفيا ومطلع عينين امها، ودوت اللي خلاها شريرة بالشكل ده. بتبدأ تشتم على جوزها وبتقول ان هو حقير، ولكن المساعد بيتخانق معاه بيقول لها لا انا قريب جدا من جوزها، وانا شفت ان هو كان بيحبها لحد اخر لحظة في حياته، وبيفهمها ان هو اضطر يبعد عن البنت وان لان حالتها الصحية كانت صعبة جدا، ما كانتش هتعيش لوقت طويل، ومجرد ما كان جنبها كان هيخليها تتعذب تماما. وبالفعل بيعمل كده وبيسيبها وبيمشي، ومع مرور الوقت البنت وان اتجوزت راجل غني جدا علشان يحميها هي وبنتها ويكون السند ليهم. ولانها جميله الراجل اتجوزها من غير ما يفكر ولا يسال عنها، ولكنه ما كانش يعرف ان هي اصلا اتجوزته علشان فلوسه وكده. الراجل ده كان عنده مرض وخلاص كان هيموت كمان كام يوم، ولما بنتها عرفت وشافت المستقبل وقالت لها وان اتخانقت معاه لان ما كانتش عايزه تستخدم قوتها علشان مصيرها ما يكونش زيها. بعدها صديقي بنشوف وان لما قررت تنتقل لمدينه جديده وحياه جديده مع بنتها الوحيده، وبيكون معاهم مساعد جوزها عطاله علشان يلازمها ويحميها طول الوقت ومحدش يقدر يجي عليهم ابدا. بس المفاجاه بقى ان المساعد كان عارف ان جوزها خلاص توفى وهو كان مخبي عنها الحقيقه. الواد مويا بيحس بالحزن وقتها يا صديقي اول لما بيعرف القصه الحزينه بتاعت البنت المسكينه دي. بيترجى تو ان هي تنقذها لانها شكلها غلبانه وعلى الله تماما، ولكن البنت تو بتكون مصممه ان هي ما تنقذهاش علشان مساعد البنت وان يفضل يتحايل عليها هو كمان، ولكن البنت قلبها يحن وتقول له بس استنى بس عندي شرط، انا مش هقدر ارجع الموت، انا ممكن ارجع لكم الزمن وخلاص. وبالفعل بتستخدم قوتها وبترجع الزمن للحظه اللي البنت كانت بتولد فيها بنتها، وبكده بنتها بترجع لهم مره تانية يا صديقي من جديد. وبس لحد هنا صديقي يكون حلقه النهارده الاسطوريه خلاص خلصت. فلو عجبتك الحكايه قول لي تحت في الكومنتات ان انت عايز جزء جديد، وانا عامل لك جزء واثنين وثلاثه لان فيها اجزاء كتير جدا. وفي النهايه صلوا على النبي واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.